الو، مكتب الأسطى حنفي المخدم. ايوه يا فندم. عاوز اكلم الأسطى حنفي من فضلك. انا الاسطى حنفي. اسمع يا اسطى حنفي، انا حرم عبد العال بيه. اهلا وسهلا ست هانم، ازاي الصحه يا ست هانم؟ الله يسلمك يا اسطى حنفي. اسمع، يا فندم يلزم خدمه يا ست هانم؟ طبعا يلزم خدمة، امال انا بضرب لك تليفون ليه؟ انا تحت امرك يا ست هانم. فين يا راجل الطباخة اللي موصياك عليها من يومين؟ والله لسه يا ست هانم، ربنا يسهل. وهيسهل امتى ان شاء الله؟ عندي طباخ كويس ابعته. انا طلبت طباخة ما قلتش طباخ. طب ما تزعليش يا ست هانم، اول ما هيتوفر الطلب بتاع سعادتك هبعته على طول. والخدامة اللي بدل البت فاطمة؟ بكره ان شاء الله هتكون عندك يا ست هانم. انت متأكد يا اسطى حنفي؟ المسهل ربنا، ولو اني بقول يعني ان فاطمه احسن من غيرها، طيبه وبنت حلال وكويسه. يا شيخ دي طلعت روحي. سلامة روحك يا ست هانم، احنا خلصنا برضو. طب ما تنساش بقى تبعت لي الخدامة بكرة، والطباخة اوعى تنساها. حاضر يا ست هانم. اشكرك، نهارك سعيد. مش هنخلص احنا من الخدامين وقرف الخدامين. يا ساتر يا رب. مالك يا سرايا؟ بتكلمي نفسك ليه؟ زهقت يا عبد العال، روحي بقت في مناخيري خلاص، ما عدتش طايقه نفسي. دايما عصبيه كده ليه بس؟ كفالة الشر. اف الخدامين يا عبد العال، الخدامين مطلعين عينيا. هاتي غيرهم يا حبيبتي. اجيب غيرهم منين؟ لو كانوا بيتباعوا كنت اشتريت دستة. دستة؟ ليه هما جمبري؟ امال اجيب غيرهم منين؟ تسمح تقول لي؟ من عند المخدم يا حبيبتي. اللي من عند المخدم ما بينفعوش. الخدام ولا الخدامه بتبقى مبسوطه ومستريحه 24 قيراط، ومع ذلك كلمه صغيره يسيبوا الشغل ويتنوهم ماشيين. في الحالة دي لا يبقوا مبسوطين ولا مستريحين 24 ليه قيراط. بايس يا عبد العال بيه؟ لازم بيكونوا زعلانين من حاجة. هيزعلوا من ايه؟ اكلين شاربين نايمين، هيشتغلوا في بيت احسن من ده؟ امال ايه اللي يكون مزعلهم؟ انا عارفه بقى اسالهم. انت اللي حقك تسأليهم، لان المفروض ان علاقتك بيهم علاقه زي الزفت. وايه بس اللي مخليها زي الزفت؟ انا عارفه لك بقى انت كمان، ما تسيبني في حالي. كل اللي انا عاوزه اننا نناقش المشكلة دي بهدوء. واجيب الهدوء منين؟ طول ما في ازمه خدامين في البيت يبقى ما فيش هدوء. يبقى مفيش داعي للكلام في الموضوع ده دلوقتي يا سرايا. طبعا لانك مرتاح. لو كانوا الخدامين مطلعين عينيك زي ما هم مطلعين عينيا لا ما كنتش حول تقول كده. الله لا حول الله. ان قلنا نناقش المشكلة بهدوء تقولي لا، وان قلنا ما انا ما قلتش لا. قلت مفيش هدوء يعني لا. ما فيش هدوء معناها ما يبقاش لا. امال معناها ايوه ولا ايوه. يبقى معناها ايه اذا كان لا ايوه ولا لا؟ انت هتفتح لي محضر يا عبد العال. وبعدين بقى يا اخواتي بلاش اتكلم. وانا هيشاك يا اخي. بس لو تروقي دمك يا سرية. انا دمي كان رايق قبل ما تيجي. يعني انا اللي عكرته؟ طبعا، من ساعه ما دخلت الاوضه وانت بتستجوبني. الاقيها منك ولا من الخدامين؟ انا مش بستجوبك يا حبيبتي. ومن انا فضلك ما تقوليش يا حبيبتي، الكلمه دي بتنرفزني. بلاش